هلو هلو يا حلوين. معاكم هنا سمير ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة عندنا فيديو عظمة. انسوا اي طريقة مندي قبل كده واعتمدوا الطريقة دي. حرفيا كانت الريحة وصل اخر الشارع. يلا نبدأ ونشوف العظمة، نشوف الذوبان، نشوف الروايح الجميلة. شايفين الجمال؟ شايفين؟ احنا ليه نروح حضرموت اصلا؟ احنا ممكن نجيب حضرموت عندنا. شايفين الجمال؟ انا معايا ربع مندي، غسلته غسلة كويسة، نقعته في خل ونقعته في سكر لمدة ساعتين، نشفته كويس خالص وابتديت اتبل. تتبيلة عندي عبارة عن فلفل اسمر، لازم تزودي التتبيلة عشان خاطر يبقى معاكي حلو ومتبل كويس ومتطعم. معلقتين ملح ومعلقتين فلفل اسمر حلوين مليانين، وهنبتدي نتبله. معانا هنا معلقتين صويا صوص، ومعاهم معلقتين دبس رمان، ومعاهم معلقتين عسل نحل. التتبيلة دي هتودي المندي حرفيا حتة تانية، وهتخليه دايب ومستوي بسرعة، هيبقى تحفة تحفة. هنحط معلقة كبيرة 7 بهارات أو بهارات شوي، وهندوب التتبيلة دي مع بعض كويس. هنحاول على قد ما نقدر ندوبها كويس. معانا قطعة زبدة حوالي 100 جرام أو 150 جرام على حسب حجم المندي اللي عندك. لو أكبر من كده هتزودي التتبيلة بتاعته في كل حاجة، في الفلفل الأسمر، في الملح، في التتبيلة اللي احنا عملناها، في الزبدة. هنوصل الزبدة لكل حتة في المندي عشان يطلع معانا لون وطعم حكاية. التتبيلة دي بجد عظمة، جربوها مش هتندموا، جربوها وهتبقي انتي أحسن واحدة تعملي مندي، أحسن من شيخ المندي نفسه. عملنا شوية ورق عنب حلوين، هنبتدي نحشي بيهم المندي. نرصه جنب بعض، ما تحاوليش تحطيه فوق بعض، حاولي ترصيه جنب بعض. شايفين الجمال؟ هنخلص الرص بتاع المحشي أو ورق العنب، وهنقفل بعصاية الشيش طاووق. عندك دي ماشي، عندك الخلل الصغيرة ماشي، الموجود عندك والمتاح اعمليه. المهم تقفلي على الورق العنب عشان ما يستوي ما يطلعش بره. شوية خضار حلوين بقى، كرفس، على قوطة، على بصل، على بطاطس، عندك كوسة ماشي، عندك جزر ماشي، وامسكي شوية فلفل أسمر وحقيقيه وملح، شوية الخضار وتفرشيهم من تحت المندي. شوية الخضار دول بيطلعوا حرفيا حكاية، حلوين جدا. هنا هنبتدي نقفل عليه. احنا هنسيبه في التتبيلة لا يقل عن ساعتين. كل ما يبقى في التتبيلة كل ما يبقى أحلى. سيبيه في التتبيلة ساعتين 3، عايزة تخليه قبليه بليلة تمام قوي، هيطلع معاكي متطعم حلو قوي. بس هنا أنا كنت مستعجلة لأن كان عندي عزومة. نقفل بورق زبدة وورق فويل كويس جدا، لازم تقفلي كويس جدا وتقفلي من الجناب. انا ما جريتش المقطع ده عشان تحاولي تشوفيني وانا بقفل كويس. انا حطيت اكتر من 4 ورقات، 2 زبدة تحت، ورقتين زبدة تحت، وورقتين فويل من فوق. هنقفل كويس. حرفيا هيطلع حلو قوي، هتشوفوا النتيجة في الاخر. ده بقى موجود في العزومات، في كل عزومة هتلاقيه موجود،
وناس بتروح تدفع بالآلاف عشان خاطر تاكل مندي في أي محل بيبيع الحاجات دي أو بيطبخ الحاجات دي. فاحنا هنعمله في البيت بأقل تكلفة وأرخص سعر. وصدقيني اللي بره، صدقيني مش هيبقى بنظافة اللي موجود في البيت، ومش بنظافة ايدك ونظافة بيتك. انت اللي بره انت مش عارفة معمول ازاي. بص الجمال، عايزة اقولك ان شوية الصوص دولت وشوية الخضار كانوا عايزين طبق رز ابيض. حكاية. هيتحط ساعتين في الفرن. بعد الساعتين هتشيل ورق الفويل وورق الزبدة وتسيبيه يكمل سواه لغاية ما يوصل للون والذوبان اللي انت هتشوفيه دلوقتي. شايفين؟ بيطلع معايا. شايفين الورق العنب طلع عامل ازاي؟ الحاجة كانت سخنة جدا فانا ما كنتش قادرة امسكها. شايفين؟ مورق. حلو جدا. الناس كلها تعمل رز بسمتي جنب المندي، وانا لا، انا اعمل محشي. عملت محشي بقى، وطبعا عشان عندي عزومة عملت فوقيه كفتة، فكان طالع حرفيا حلو جدا. بصوا، شايفين؟ طبق يتحدث عن نفسه. حرفيا كان طالع الأكل روعة. لو عايزين طريقة الكفتة هنزلها لكم في الفيديو الجاي، اكتبوا لي في الكومنتات كل اللي انتوا عايزينه نعمله سوا. ولو حد عنده أفكار تاني يبعتها لي أجربها، هعملها وأجربها وأنزلها بفيديو. وريني أفكاركم يا شاطرين. أحلى كوكيز في الدنيا. شايفين؟ ده خضار مشوي. أنا بحب الطبق ده جدا. شايفين الجمال؟ شايفين صابع المحشي من كتر ما هو مطعم حلو بيلمع ازاي؟ دمتم مزز وسالمين.